هدم مقاهي ومطاعم السمك باب مرسى أكادير. مقاهي السمك في مدخل ميناء أكادير. السلام عليكم وأهلا بكم إلى فيديو جديد من قناة ومدونة أهلا أكادير أهلاأكادير.com. الفيديو ديال اليوم غادي يكون فيه بعض المشاهد اللي التقطتها عدسة أهلا أكادير اليوم الأحد 12 يونيو. العملية ديال الهدم ديال المقاهي ومطاعم السمك باب مرسى أكادير، أي مطاعم السمك اللي في الميناء ديال أكادير على بعد أمتار من مارينا أكادير. هدم وإعادة هيكلة هاد المطاعم اللي كانت مخصصة لتقديم وجبات السمك تيجي في إطار المحور السادس من برنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020-2024 الموقع أمام أنظار الملك محمد السادس في مدينة أكادير شهر فبراير 2020، وهو المحور المرتبط بتقوية المرافق الاجتماعية الأساسية وتحسين البنية المعيشية من خلال البناء والتجديد ديال مجموعة من الأسواق بأكادير، منها سوق طالبرش على سبيل المثال واللي بدات فيه الأشغال مؤخرا. هذا المشروع ديال تأهيل مطاعم السمك بمدخل ميناء أكادير جا احتوى في إطار المشاريع الكفيلة بتسهيل وتعزيز الجاذبية ديال مدينة أكادير والرواج ديالها، وهذا الشيء بالموازاة مع الإقبال الدائم والكبير اللي تعرفوا باب المرسى من طرف الساكنة ديال أكادير والزوار ديالها على حد سواء. هذا القرار ديال الهدم خداه المجلس الجماعي لأكادير بالتنسيق مع السلطات، وتيسهر عليه عناصر مختلفة من الأمن اللي كاينة في عين المكان باش تأمن وتسهر على حسن السير ديال هاد العملية. واحد الإشارة مهمة أن هاد المطاعم رحلوها لواحد المكان مؤقت تحت أكادير وفلة. هاد المشروع ديال تأهيل هاد الفضاء تخصص ليه واحد الغلاف مالي تيتقدر ب 27.4 مليون ديال الدرهم من أجل إنشاء سوق لبيع السمك. غادي يكون فيه 117 مطعم للسمك، منها 78 مطعم بشرفات أي تراس في الطابق الأرضي و39 مطعم بشرفات في الطابق الأول. وغادي توفر هذا المكان لاحقا على ساحة ديال الشوا وفضاء للقراءة، وغادي يهيئوا فيه أيضا واحد الساحة كبيرة. هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو. غادي نخليكم دابا تتابعوا هذه المشاهد الإضافية، وما تنسوش المشاهدة ديال واحد الجولة خفيفة حطيناها في آخر هذا الفيديو على محيط هذا الموقع وجزء من شارع محمد الخامس بعد التهيئة ديالو على مقربة أيضا من نفس الموقع. كنشكركم بزاف على التشجيع الدائم ديالكم للقناة منذ سنوات. شكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم قريبا إن شاء الله. فرجة ممتعة.